السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الهنا عليكم وصباح الرضا والسعادة. النهاردة سادس يوم رمضان. وصفة كده في السريع وهعرفك. النهار يعني فكرة تقومي تعمليها. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. كلنا بنقوم من النوم مش عارفين هنعمل ايه فطار، وتلاقي اختك بتتصل بيكي بتسألك، ومرات اخوك بتسألك، وجارتك بتسألك، كله بيسألك. فتعالي بقى نقول لبعض على شوية افكار بساط كده، وان شاء الله تعجبكم. انا معايا النهارده هعمل ايه؟ هعمل فاصوليا بيضة. بقالي كام يوم ما عملت لهمش خضار، فالنهارده قلت اغير كده ونعمل شوية فاصوليا. طبعا انتوا شايفينهم حبة صغيرين قد ايه. تمام. انا كنت جايبه نص كيلو، قسمته على 3 كوبايات كده، وخليت كل كوباية في كيس. خلاص. شطفتها كويس وعلقت عليها تستوي. وهنا عملت البلح بتاعي على ما اللوبيا تستوي. غسلت البلح كويس جدا وحطيت عليه شوية مية عشان يبدأ يطرى، وحتة قمر الدين من اللي انا كنت عاملاه معاكم. هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنعمل برضو مشروب العرقسوس. طبعا كل يوم بنعمل صوبيا وتمر ومانجا وبرتقان، فما عملناش عرقسوس من اول الشهر. عملت بقى النهارده عرقسوس. حطيت كده حوالي كوبايه من العرقسوس، عليها معلقه صغيره من الكربوناتو ومعلقه نص معلقه من السكر، وقلبتهم بالميه وسبتهم بقى يخمروا لحد ميعاد الفطار. عايزه اقول لكم انا اصلا دخلت المطبخ الساعه 4، فالموضوع كله ما بياخدش اي وقت. ولكن اهم حاجه تبقى الحاجه موجوده عندك. الفاصوليا بتاعتي خلاص خدت 3/4 سوا كده وطفيت عليها. ما بسيبهاش تستوي للاخر علشان خاطر ما تتهريش منك. عقبال ما بتعملي الطشه بتاعتها بتبقى استوت في الميه السخنه. خلاص. نزلت كده بالسمنه والزيت وبصلايه، وبدات ان انا اقلبهم لحد ما دبلوا. نزلت بالطماطم. دي شويه التوابل بتاعتي معايا: مكعب مرقه، شويه من البابريكا، شويه من الشطه، رشه كمون ورشه كزبره. هقلب كل دول مع بعض كده. ما حطيتش فلفل اسود، هسيبه للاخر خالص. بعد ما الفاصوليا بتاخد سوا كده خلاص وتاخد كام غلوه في الصلصه، بجيب معلقه صغيره كده من الثوم، حوالي 4 فصوص، وبحط عليهم شويه كده من الفلفل الاسود، وبنزل بيهم على الفاصوليا في الاخر. طبعا ما حطيتش ملح لاني كنت حاطه ملح على البصله. خلاص. طفيت عليها بقى وهوريكم الفراخ عملت فيها ايه. دول وركين بالظبط. والله العظيم العيال بقت تسيب الاكل مش بتفطر، بيشربوا عصاير، فبقيت اعمل كميات قليله جدا. دول وركين قسمتهم كده زي ما انتم شايفين لان الورك كبير. جبت بصلايه كده كبيره. هحط عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل. ما تكتروش في الاكل لان بيترمي، والعيال عايزه كل يوم اكل جديد في رمضان، وانا بصراحه مضطره اعمل لهم لان هم بيبقوا صايمين. خلاص. اهو. هدعك بقى البصل كده بالفلفل بالملح، وانزل عليهم كده بالوركين اللي انا مقطعاهم دول. اهو. بصوا انا مقطعاهم كده لان هم الوركين كبار يعني ما شاء الله. هقلب كل ده كده مع بعضه. اهو. تمام. وهسيبهم كده مع بعض. اجيب قطيتين كده واقطعهم عليهم. تمام. اهو. طيب انا بعمل ايه بقى بعد ما بعمل الطماطم؟ بسيبهم شويه مع بعض، ما بروحش ارفعهم على النار على طول. لا، بسيبهم حوالي كده نص ساعه مع بعض، ياخدوا من البصل والطماطم، وتبقى الفراخ كده تحس ان هي متبله. بقوم حاطه لهم بقى ربع كوبايه من الميه، وارفعهم على البوتاجاز من فوق. وبعد ما بياخدوا غلوه كده او غلوتين، بقوم حطاهم تحت الشوايه ياخدوا بقى اللون الحلو ويكملوا التسويه. هعمل كل الخطوه اللي انا قلت لكم عليها دي، وتعالوا نعمل شويه عصفور مع بعض. بصوا شوية عصفور قد ايه. نص كوباية. هتفيض منها كمان. ماشي. اقسم لكم ان الاكل كله فاض منه. الرز فاض، العصفور فاض، الفاصوليا، الفراخ سابوها. يعني قرب السحور كده قعدت اتحايل يلا كله يلا يلا، لحد ما كلوهم يعني. فما تكتريش في الكميات لان والله كل حاجه بتترمي. انا عملت نص كوبايه من لسان العصفور، بحيث يبقى صنف كده شوربه جنب الاكل، لان انا مش عامله الفراخ مسلوقه. ف عملت شوربه عصفور.
طبعا ما بعملش كل حاجة لوحدها، انا كل حاجة على عين، ولكن انا مجمعه لكم الوصفة على بعضها، بحيث لو هتعمليها ما تقعديش تستني الجزء اللي بعده او الجزء اللي ايه اللي بعده. خلاص. فانا ايه كل حاجة بتبقى على عين. حمرت العصفور زي ما انتوا شفتوا كده، خد لون ذهبي جميل. نزلت عليه بالشوربة بتاعتي، طبعا الشوربة دي كانت عندي، ومكعب من المرق. ما عندكيش شوربة حطي مية ومكعب مرق. شوية ملح كده بالتوابل، وهسيبه ياخد غلوة واطفي عليه. وقت الفطار بقوم مسخنة بقى ومزودة ايه شوربة. تمام. هنعمل بقى شوية رز كده في السريع. نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة، شوية من الزيت، نص كوباية من الشعرية، لان هما بيحبوا الشعرية تبقى اكتر من الرز. حمرت الشعرية، نزلت عليها بالرز بتاعي، خدت تقليبة كده، وحطيت عليه الملح بتاعه، ونزلت بالمية وسبته يغلي ووطيت عليه. وخلصت الفطار بتاعي بالظبط، كان 5 و4 دقايق كنت مخلصة الفطار بتاعي، يعني ساعة بالظبط، بتنظيفات، بغسيل، بتقطيع، بضرب طماطم، بكل حاجة، بسلطة، بعصاير، كل حاجة. يا رب بقى الفكرة تكون عجبتكم، جربوا الوصفة والوصفات اللي موجودة، وإن شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.